السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل حتة اكلة مع بعض يا جماعة، عايزة اقول لكم جميلة جدا. دي اللحمة بتاعتي في حلة على النار، فيها شوية من السمنة كده، وتكون الحلة بتاعتي سخنة. بجيب اللحمة بتاعتي طبعا ايه، اديها تشويحة كده مع تحميرة كده خفيفة زي ما انتم شايفين كده بنات. انا زودتها شوية سمنة لان انا عايزة احمر اللحمة بتاعتي، لان انا بقى هعمل ايه، يعني هي لها 3 اسامي: برمة، او لحمة بالبصل، او طاجن لحمة بالبصل. تمام. زي ما انتم شايفين كده اللحمه بتاعتي اول ما تاخد لون، شايفين ده البصل انا مقطعاه ايه، مقطعاه حتت تخينه. تمام، عشان انا مش عايزه البصل يتهري مني. تمام، عايزه البصل يكون ايه، لان طبعا اللحمه البصل بيستوي قبل اللحمه، فالبصل هيستوي ويتهري، واللحمه هتكون لسه برضو ايه ما استوتش قوي. فانا مقطعه البصل على 4. تمام، شايفين يا بنات اللون الحلو ده؟ خلاص كده اللحمه بتاعتي ايه، اخدت لون حلو كده بني. بعد كده بقى ايه، بشيلها بقى، بحطها حاجه بركنها على جنب. وبعد كده في الحله اللي انا عامله فيها بقى بالبهاريز وكل حاجه نازله منها من اللحمه، هحط البصل بتاعي يدبل شويه صغننين. واول بتاع البصل بتاعي ما يدبل، هحط عليه اللحمه على طول، وياخدوا ايه بقى مع بعض كده، ايه تركايه صغيره كده، يتشوحوا مع بعض لحد ما ايه، ما ياخدوا الاتنين بقى من طعم بعض. وبعد كده بقى هنزل عليهم بالبهارات. هنا انا خلاص البصل اتشوح، بعد كده نزلت باللحمه. وبعد كده بقى هنزل بشويه فلفل اسمر، شويه بهارات لحمه، شويه ورق لوري، والميه المغليه يا جماعه مش هتاخد وقت خالص معاكم. طبعا الملح والفلفل الاسمر انا مش هحطه دلوقتي عشان اللحمه ما تاخدش مني ايه وقت في السوا. ده الفلفل الاسمر، بس الملح طبعا انا مش هضيفه دلوقتي. تمام. مع ان كده كده اللحمه بتاعتي مش كبيره، فمش هتاخد وقت في السوا، فانا ما بحبش اضيف الملح دلوقتي. تمام، هو اوكي الفلفل الاسمر لو معلوش ملح. تمام تمام. بعد كده ياخدوا تشويحه مع بعض. اول ما اشم ريحه اللحمه مع البصل، هنزل عليهم بالميه السخنه. عايزه اقولك ان ما تنزليش بالميه المغليه كلها مره واحده، عشان ما تبقاش زي الشوربه، يعني واحده واحده. كل ما الميه تنشف كده، فتحاولي تزودها ميه سخنه. تمام، عشان ما تاخدش. شايفين اللون حلو قوي ازاي؟ اللون ده خطير يا جماعه. تمام، هنا خلاص اللحمه بتاعتي دخلت في السوا. هنا عايزه اقول لكم الخطوه دي حلوه جدا جدا جدا. معلقه من النشا عليها شويه من الميه، هندوبوه مع البارد تماما، مفيش اي تكتلات، مفيش اي كلاكيع. وبعد كده هضيفهم على اللحمه بتاعتي اول ما تخش في السوا. يا جماعه عايزه اقول لكم انه بيتقل الصوص، وبيخليه حلوه جدا جدا جدا، وماسك في نفسه، وجوسي برضو كده في نفس الوقت. تمام، خلاص كده خلصنا من اللحمه بتاعتنا. يلا بينا على الرز. هنعمل معاها رز بالخضار، رز بالكاري والكركم. معايا هنا الخضار بتاعي متقطع حلقات صغننه، معايا جزر، معايا بسله، معايا فلفل الوان احمر واصفر واخضر. تمام، هنزل بقى ايه معلقه سمنه كده، وفي الحله بتاعتي هيتشوح الخضار تماما لحد ما ينزل كل الميه اللي فيه، ويتشوح كده تشويحه حلوه كده. هكون بقى غاسله الرز بتاعي ومصفيه خالص. انا مثلا هعمل كوبايتين من الرز عليهم كوبايتين من الميه، لان كده كده الخضار بتاعي بيبقى فيه ايه، يعني الرز بتاعي مغسول كده ومتظبط وكل حاجه. الاول نزلت بالرز على الخضار بعد ما تشوح، وهديهم تشويحه مع بعض عشان الرز بتاعي بتفرق جدا الحته دي. الرز يتشوح كده مع الخضار بيفرق جدا يا جماعه، بيبقى طعمه فلفل وحلو. بعد كده هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، باللي هنا شويه، نزلت بشويه من البهارات اللحمه والملح بتاعي، ومعلقه من الكاري، ومعلقه من الكركم ولومي وقرفه. تمام، والكاري والكركم وكله على بعضه وايه. بعد كده هنزل بالميه المغليه. انا عامله كوبايتين من الرز، هنزل بكوبايتين من الميه. تمام، ولا هزود ولا هقلل ولا اي حاجه خالص. واول ما يتشرب الميه بتاعته هوطي عليه النار. وبصي تعاملي معاه كانك بتتعاملي مع الرز العادي اللي بنعمله عادي، اللي هو رز الشعريه. عايزه اقول لكم ان طعمه حلو جدا، وكان بصوا كان طعمه حلو، وكانت حاجه جديده وكان شكله حلو قوي قوي قوي. شايفين يا بنات؟ هنا بعد الرز بتاعي ما خلاص ما كان استوى، بصوا شكله حلو قوي ازاي، واللحمه والصوص كان طعمه رهيب جدا جدا جدا. يلا باي باي، اشوفكم في فيديو جديد.